وتدبيس المعده هو زي التكميم؟ بص هما ثلاثيه واحده. تدبيس، شلت، ربط، اللي هو حاجه اسمها ربط المعده، تحويل المسار اسواقهم، خلاص دي مسمى واحد لتغيير خلقه من خلق ربنا، خلاص، وتغيير مسار اللي ربنا خلقك عليه طبيعي. وبصراحه يعني انا نفسي حد يطلع يحرمه بصراحه، يعني لان يعني الشيطان لما قال ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، ده تغيير في خلق ربنا صرف. ما تقوليش اصلا انا عندي السكر وعايز السكر يروح، لا يا حبيبي اقفل بقك عن الاكل هتلاقي راح، انت فاهم؟ اصلا انا عايز اخس، روح الجيم والعب مش عارف ايه واعمل اللي انت عايزه، ما تجيبليش اعذار. الطب والدين طالما في بدائل معينه للحاجه اللي انت هتعملها تماشي مع الدين، يبقى البدائل دي صح وغيرها غلط. فاهمني؟ دي مهمه جدا ونفسي حد يطلع يتكلم فيها عشان ننهي الحوار ده. انا في حد قال لي مثلا ما هو انا بشيل ورم على مش عارف ايه، ما انا بشيله، ما انا بشيل الجزء ده خالص. هقول له لا، الورم هو عيب خلقي حصل لحاجه انت اللي عملتها في نفسك، مش ربنا اللي عملها. من الراديشن اللي حصل، من الاشعاع مش عارف فين، فحصل ورم. فتدخلي الطبي ان انا اقدر ارجعك تاني للي ربنا خلقه. فهمتني؟ مش داخل العب في حاجه ربنا خلقها.